عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أسرع وأسهل طريقة للكيك. معايا كوباية إلا ربع من السكر، معايا عدد 2 بيضة، هننزل عليهم بالفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل، وهندوبهم جامد في الخلاط أو ممكن بالمضرب اليدوي. طبعا بقى اللي جالك ضيف على سهوة ممكن تشربيها مع الشاي، بجد فظيعة يا جماعة. معايا كوبايتين إلا ربع من الدقيق، نخلهم كويس ونزلت عليهم بظرف من البيكنج باودر وذرة بسيطة من الملح. هخلطهم كويس كده زي ما انتم شايفين، وهانزل عليهم بالخليط اللي احنا لسه ضاربينه في الخلاط. بصوا سهلة جدا وبسيطة وهتنجح معاكي من أول مرة، مش هتاخد منك وقت خالص. هندوب كويس وبعد كده هنحضر معايا كوباية إلا ربع من اللبن ونص كوباية من الزيت، هحطهم على بعض وهغليهم على النار. أيوة هغليهم على النار، بجد هتعجبكم جدا وهتخلي الكيك يعني طري وهش كده تحفة. وبعد ما يغلوا هنزل على طول كده على الخليط بتاعنا وهدوبه كده في اتجاه واحد. هكون بقى محضرة الصينية بتاعتنا، حتى فيها شوية زيت ومبدراها كده بشوية دقيق، وهنزل بقى بالخليط في الصينية. وطبعا الفرن بتاعنا ساخن من قبليها. هتاخد معاكم، انا اخدت معايا انا يعني نص ساعة و5 دقايق، انت بقى على حسب الفرن بتاعك. بصي بقى لما طلعت، بصوا جميلة ازاي وتحفة ازاي. طبعا نسيبوها لما تبرد خالص ونقطعها. بصوا هشة وجميلة وطرية وريحتها كانت قلب البيت يا جماعة. بجد مش هتاخد منكم وقت خالص ولا مجهود. يا رب الوصفة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.